السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب يكون يومكم خير النهارده. ماتش الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري. المباراه لسه منتهيه من شويه، من حوالي ساعه. المباراه النهارده فيها اجابات كتير. هنتكلم اول حاجه بعد التعادل السلبي 0-0 مراكز الفرقتين. الزمالك بقى في المركز 13 مع 12 نقطه، والاسماعيلي بنفس عدد رصيد النقاط في المركز ال 14. تمام تمام. طيب، طبعا في الزمالك لسه عنده مباريات مؤجله، حوالي 4 مباريات مؤجلين. طيب. المباراه النهارده او الاداره فنيه لجوزي جوميز. آه على فكره الراجل جاي، راجل كويس، راجل عنده كاريزما، راجل عنده شخصيه. الراجل في اول 30 دقيقه في الشوط الاولاني عمل تبديل لما لقى اللعيب عنده خد انذار، ولقى ان عبد الله السعيد واوباما. هو اوباما الزمالك النهارده كان بيلعب من غير مهاجم صريح، فاوباما كان بينزل كتير لتحت. فلما يبقى عندك اوباما ويبقى عندك عبد الله السعيد ويبقى عندك شيكابالا ويبقى عندك زيزو، الاربعه يعتبروا بيلعبوا في حته واحده، جزء في الملعب اللي هو تحت المهاجم. فكان في زحمه، قافلين على بعض، مش قادرين يلعبوا، مفيش حريه ليهم هم الاربعه. راح عامل ايه؟ راح منزل سيف الجزيري مهاجم، وطلع لعيب من نص الملعب، نزل عبد الله السعيد جنب دونجا مكان اللعيب اللي طلع ده، وراح منزل اوباما مكان عبد الله السعيد في نص الملعب. اذا بقى عنده شيكابالا على اليمين، زيزو، اوباما، وتحتيهم عبد الله السعيد ودونجا، وقدام المهاجم سيف الجزيري. عدل طريقه اللعب. الراجل عنده فكر كويس، الراجل عمل تغييره بدري قوي، ما بيخافش، راجل كاريزما، عنده شخصيه. المباراه يعني اللي اتلعبت ما بين الزمالك والاسماعيلي كان فيها تكتيك ما بين اتنين مديرين فنيين، مش تكتيك عالي قوي، بس كان في نديه في الملعب، الحماس كان يغلب على المباراه. شفنا حاجات ايجابيه كتير النهارده، شفنا الجمهور اخيرا. انت بتتكلم في حوالي 20,000 النهارده كان جمهور الزمالك والاسماعيلي، اخيرا بعد يعني عذاب، بعد وقت طويل بقى الجمهور بقى بيحضر المباريات بعدد كبير. كان في ظهور صفقات الجديده النهارده، ناصر ماهر، عبد الله السعيد مع الزمالك. الزمالك جاي، ادوا بس شويه وقت لجوزيه جوميز، هيشتغل. الراجل واضح ان هو شخصيه كويسه في الملعب، الراجل ده هيشتغل وهيجي مع الوقت. الاسماعيلي ابتدى يرجع، بقى له ماتشين، ماتش كسب بالماتش الاخير، والماتش اللي قبليه تعادلوا، والنهارده بيتعادل. الاسماعيلي بيرجع، دي حاجه كويسه. ماتش اجمالا ماتش متوسط، ما هوش ماتش اقل من متوسط، ماتش متوسط وما يرتقيش اكتر من كده. اتنين مديرين فنيين عملوا اللي هم شايفينه اللي في ايديهم. بس الدفاع الاسماعيلي كان كويس جدا، ودفاع الزمالك بقالنا كتير ما شفناش دفاع الزمالك كويس كده ومتماسك. مسلوسي والمدافع اللي جنبه على ما اتذكر حسام عبد المجيد، الاتنين واقفين على رجليهم كويس. يمكن اكتر حاجه كانت سيئه النهارده هو الملعب كان سيء جدا. يعني يا ريت ملعب اسماعيليه في مدينه اسماعيليه، فرقه كبيره، فريق الاسماعيلي ما ينفعش يبقى بالمنظر ده خالص. تمام. بس تعادل سلبي ما بين الزمالك والاسماعيلي، كانت مباراه متوسطه. شفنا جوزيه جوميز النهارده في اول قياده، راجل جاي وهيجي منه كتير في الفتره الجايه. في خبرين، في خبر تاني. النهارده كان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كانوا في زياره لنادي الزمالك، وكانت العلاقات كويسه جدا. وفي نهايه الاجتماع كابتن محمود الخطيب قدم الدعوه لنادي الزمالك انه يجي ويزور النادي الاهلي. كان في اجواء كويسه جدا، كان في حب، كان في ود. يا ريت الامور دي ترجع تاني، لان هو ده الصح، هو ده الصح. الجمهورين كمان لازم يبقوا عارفين ان دول اكبر ناديين، وان المنافسه من غير نادي فيهم ما تنفعش. بشكل محترم، بشكل فيه ادب، نسف على بعض ونهزر على بعض، ما فيش اي ادنى مشكله، بس باحترام، باحترام. كل واحد يبقى عارف مكانه، كل واحد يخليه في ورقته.
الزمالك جمهور الزمالك للزمالك، والنادي الزمالك جمهور الاهلي للاهلي والنادي الاهلي بس، ويبقى في ود واحترام ما بين الناديين زي ما حصل النهارده. هو ده الصح، هي دي الرياضه. فكان منظر جمالي النهارده بصراحه، وان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يروح النادي الاهلي ويبقى منظر، نشوف منظر برضه كويس ورائع جدا. بس دي الاخبار اللي كانت معانا النهارده. مباراه مهمه في الدوري ما بين الزمالك والاسماعيلي، وزياره مجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك النهارده. بس شفنا في منظر، وكان في حاجه برضه تانية كانت ايجابيه، حسام حسن وابراهيم حسن. الناس بقت بتلف امبارح كانوا بيشوفوا ماتش بيراميدز، قبليه ماتش الطلائع، النهارده في اسماعيليه بيتفرجوا على الماتش بتاع الزمالك والاسماعيلي. في بدايه كويسه في الرياضه المصريه، في كره القدم في بدايه كويسه. اتمنى محدش يفشلها، اتمنى ما تبص، اتمنى تكمل الصوره، اتمنى ان احنا نفضل بالشكل الكويس ده الفتره الجايه. يا رب خير، يا رب يومكم يكون خير. السلام عليكم.